ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ النهارده معايا اخويا الكبير. حبيبي. كل مره بقول لكم بقى اخويا الصغير المره دي معايا اخويا الكبير. حبيب قلبي والله. محمد يوسف صاحبي وعشره عمر ومن ايام بقى ايه يعني من ايام ما لسه كنا بنفتكر دلوقتي في اه تانية والله. اعدادي. اه والله فعلا سبحان الله الزمن جري. فنقعد بقى ندردش كده النهارده. تعالى ناخدها الاول في حته الشغل احنا. المفروض نحط فيه نيه ايه؟ اه بالظبط. نحط فيه نيه، يعني مثلا انا اقول لك حاجه، كان برضه في حد مثلا بيقول ايه، الراجل اللي بيخبز عيش، غير ان هو بياكل شغلانه بالحلال وبيخبز وبيبيعه تجاره، ولكن يحط نيه ان هو كل رغيف عيش بيعمله، اول حاجه ربنا في سوره الاعراف قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. يعني لو ايه، انا ممكن اخدها من باب فعل امر، فانا مم. حتى وانا بخبز اقول بسم الله. فدي اول حاجه مثلا. الحاجه الثانيه احط نيه، يا رب كل واحد ياكل العيش اللي طالع من عندي ده، يا رب استخدمه للدين، يا رب حفظه القران، يا رب خليه ينتظم في الصلاه. فاهم؟ عايز ازاي احط نيه في عملي، ان انا عملي دوت ان يا رب يكون بينفع في الدين، مش ان انا ابين عملي باحسن صوره، فدي كده دعوتي. يعني هو اصلا كلنا المفروض يبقى في الدين دوت احنا مسؤوليه ان احنا ازاي دايما ندعو لديننا. فمثلا لو انا في ناس بتقول لك ايه مثلا، لا على فكره انت خليك شاطر في شغلك وخليك مجتهد وانت لما تكون نموذج ناجح انت كده دعوه. طب يعني لو الهندوسي شغله جامد جدا وناجح جدا، اروح ابقى هندوسي؟ لا طبعا. لا طبعا. فاهم؟ طيب فايه بقى ايه بقى البونص بتاعنا؟ ان احنا ازاي دايما يكون عندنا نيه في الموضوع دوت، ازاي ان انا يكون عندي نيه ان انا ازاي الناس تتاثر بديني. كان حد من اصحابي يدعي، كان بيقول اللهم اهدي كل من يرانا وكل من يسير على خطانا، حاطط نيه في مشيه ان لو حد مشي وراه يا رب اجعل فيها الهدايه، يا رب كل واحد يشوفني من بعيد اجعل في قلبه الهدايه. فازاي ان احنا دايما النيه تبقى في حته عميقه شويه، ان انا ما نيتي مثلا في ان انا اعمل فورمه، ان انا ابقى جامد جدا، مش نيتي ان انا عشان ابقى شكلي جميل وحاجه جامد، لا، ده انا نيتي فيها ان المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. صح. ان انا يوم ما اتكلم عن ربنا وانا انسان جامد هيسمعني. تخيل مثلا بيج رامي راح على قهوه فبيسلم على الناس وراح بيكلمه عن ربنا، هنسمع له ولا لا؟ فاهم؟ هتسمع اه. منه لكذا سبب. م. هتسمع منه السبب الاولاني ان هو مثلا حد بقى مشهور ومعروف ومش عارف ايه وكده. السبب التاني ان هو شخص ناجح فانت هتبقى عايز تستفيد من خبرته. جميل. طب وهتفهم ان ولو في هو حد ما يعرفوش، واحد بالفورمه دي. هيشوف ان هو اكيد حد قوي يعني. حد يعني هو بيتكلم وعنده من سمات الاسلام ان هو يكون قوي فهو قوي. فانا على الاقل هصدق ان هو طالما بيتكلم في كده يبقى هو اكيد عمل ده عشان بالظبط يبقى اه. بيحقق بالظبط سنة الرسول يعني احنا مثلا. مثلا عندنا سامح حسين، خد جانب منهم اللي هو ان هو كان مشهور، فالجانب مم. المشهور لما جه يتكلم عن الدين وخد اتكلم عن اسس اتسمع. وكلم كده فاتسمع. فمثلا اتسمع وفعلا ان هو استفاد من خبرته في التمثيل وان هو ممثل وان هو بيعرف يلقي وبيعرف يتكلم وبيعرف يختار وكمان جاب حاجات بين السطور فعلا محتاجينها، وفعلا حاجات صح. احنا الاسر النسائيه من زمان. يعني انا اكتر حلقة عجبتني كمان من اللي هو الحاجات اللي نزلها. واللي عجبني برضو ان هو مش بس بيتكلم بس في الدين. م. هو بيتكلم في امور حياتية بس من وجهة نظر اللي المفروض احنا نركز عليها. يعني صح. احنا المفروض ان احنا اي حاجة بنبص عليها من وجهة نظرنا كبني ادمين كانسان. وبعدين كمسلم لو او كديني. لان برضه هو اللي بيسمعه مش كل اللي بيسمعه لازم يكون مسلم. اه يعني هو بالظبط. بيقول حاجات اخلاقيه. بس بس اي ربطها دين. بالاصول، اه وبالظبط واي دين واي دين هي فعلا. هتلاقيه اه والله. عنده اخلاق الدين اخلاق المسيحيه اخلاق الاسلام اخلاق. فالناس لما بتتفرج عليه هي بتتفرج على واحد بيعرف يتكلم وبيعرف يعبر وبيعرف يختار الالفاظ اللي سبحان الله. توصل للجمهور. وبيستغل في نفس الوقت شهرته. وطبعا في بقى اسباب تانية غيبيه ربنا بجد ايد نصرته ليه فيها، بسبب يعني احنا شايفين ايه اللي بيتعرض في رمضان، شايفين ايه الناس بتعمل لا ايه. لا الموضوع فسبحان صعب. الله فكان فعلا كان في نصر. طيب انا مثلا لو واحد عايز ابقى غني، انا مثلا عايز نفسي ابقى معايا فلوس كتير، طيب في واحد عايز يعملها نيته شهوه، ان انا حب المال وزين للرجال حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه. فانا مثلا واحد عايز يبقى معايا فلوس كتير، طب ايه بقى النيه الدين اللي فيها؟ النيه الدين اللي فيها ان برضو ديت ان انا بالفلوس هبقى معايا قوه. فازاي برضو لو واحد مثلا نازل من عربيه اودي كيو 8 جاي يكلمني وجاي يكلمني عن ربنا، طب هسمع له ولا لا؟ اسمع له طبعا. هو ان هو اه انا شايفه ان هو حد. بالظبط اه. فانا بقى نيتي ان انا برضو ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، ان انا ابقى غني ان انا ابقى جامد، فده برضو احسن من ان انا ابقى فقير. شفت من فتره
كان في بوست كده، كان الشيخ مشاري راشد العفاسي اه نازل من رانج روفر، والناس فالناس بهدلته على البتاع، انت بقى اللي بتتكلم عن الدين، مم. انت اللي طب هو يا جدعان، هو عشان بتكلم عن الدين لازم ابقى فقير؟ هحكي لك حاجه جامده قوي في العصر العباسي. كان العصر العباسي المسلمين كانوا جامدين جدا، وهم كانوا اشهر ناس واجمد ناس، وهم اللي بيحكموا العالم، وهم اللي بيحكموا الاقتصاد، وكانوا معاهم فلوس. فجه واحد من غير المسلمين فقير جدا، فراح ل راح ل راح لامير المؤمنين، فبيقول له يعني انتوا بتقولوا في دينكم ان الدنيا سجن المؤمن وجنه العاصي، او جنه الكافر. فطب ازاي واحنا كفر، احنا حالنا وحش قوي، وان انتوا كمسلمين انتوا اغنياء، فازاي انتوا كده في سجن واحنا كده في جنه؟ فراح قال له الفقر اللي انت فيه ده جنه بالنسبه اللي انت هتشوفه في الاخر، والنعيم اللي احنا فيه دوت السجن من ناحيه بالنسبه اللي مستنينا في الاخر. بالظبط. ف... فحته مشاري راشد عفاسي مهما كان غني او كده، هو في الاول في الاخر هو في حته ثانيه خالص. هو لا وبعدين اه طب ما هو م- في نماذج كتير زي مشاري راشد العفاسي، مش ما وصلوش للمكانه دي بالقران ولا بالدعوه بالظبط ولا بالدين، ووصلوا برضو راكبين احسن عربيات فاحسن، فايهما احسن يعني. والله بالظبط. فاني اللي بالنسبه للناس حتى، يعني مش هقول لك لو انت اصل اللي بيقول له كده ده اكيد حد مش متدبر في دينه، ده حقيقي فعلا. فهقول لو انا هنزل لدماغه وهمشي معاه على كلامه، فانت بقى كانسان ايهما احسن؟ الغني وهو اقلهم معاصي، مش هقول ان هو اصل هو مش ملاك، بالظبط. ولا الغني وهو اقلهم حسنات، فاهم والله يعني؟ وكمان اللي احنا برضه محتاجين ان احنا نفتكره ان مهما هو جاب من دنيا، هي الدنيا دي كلها لا تزن عند الله جناح بعوضه. صح. ولو كانت بتزن جناح بعوضه ما كانش خلى غير المسلم يشرب بقه ميه. صح. فهو ده المقصد، يعني ان الدنيا دي فعلا مش حاجه، ولكن من كتر ما هي مصبوبه جوه قلوبنا فاحنا هي كبرت قدامنا. حديث جميل قوي، ربنا بيوضح، النبي بيوضح حقيقه كل حاجه. بيقول من اصبح والدنيا اكبر همه، واحد صاحي مهموم بالدنيا، فاما من اصبح والدنيا اكبر همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يناله من الدنيا الا ما كتب الله له فيها. مم. يعني انا بقى لو صاحي عندي 5 6 مشاوير دنيا، فانا خلاص هو دوت لو في جنيه مرمي في اخر الشارع مش هشوفه، لو جبت الجنيه قدام عيني هشوفه اكبر من برج القاهره. فهي دي الدنيا، هي اصلا حاجه صغيره قوي بس انا اللي مكبرها. ولكن بقى على الجانب الثاني من اصبح والاخره اكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وتته الدنيا وهي راغبه، وفي روايه وهي راغمه غصبا عنها هتجيلك. والنبي بقى بيصدق على الحديث ده بحديث جميل تاني، بيقول لو ان لابن ادم وادي من ذهب لتمنى له ثاني، ولو ان له اثنان لتمنى ثالثهما، وما يملأ عين ابن ادم. لو واحد فينا معاه مليار جنيه هينام ويفكر يصحى ازاي يخليهم 2 مليار، ولو 2 مم. مليار هيخليهم ازاي 3 مليار. فاهم؟ وفي الاخر ما فيش حاجه، يعني الواحد لو معاه 3 مليار هيعرف ياكل بيهم؟ هيعرف يركب عربيه بيهم؟ هيعرف باقل من 1% هيكون مقضي كل احتياجاته. ولكن هي بس ايه اللي هو الدنيا هي ليه الدنيا غصب عنه عشان بتخليه عشان يفكر اكبر همه، كده. فهو دايما مشغول بالدنيا مشغول بالدنيا، فعايز يقعد يجمع منها اكتر، عايز وفي الاخر هو هيموت في كل حاجه. ف... فهو دوت المقصود، ان احنا ازاي ان انا دايما اقعد اذكر بس نفسي بالكلام هل ده كتير. هل ده يعني ما هو برضه لما تيجي تحسبها، هل ده معناه ان مثلا انا وصلت مثلا لمكانه معينه في الدنيا، وبقى معايا مثلا فلوس تقضيني مثلا انا وعيالي اكيد هيعرفوا يكبروها ويخلوها اكتر من مثلا كده؟ هل ده المفروض ان انا بقى ازهد الدنيا لا طبعا، واقضيها؟ ما لا طبعا. لازم هيبقى عندي برضه لا انشغال طبعا، ده انا في المكان ديت انا دعوتي للدين وكلامي يوصل لفئات محدش تاني يعرف يوصلها. فانا اصلا كل حاجه هي وسائل لتحقيق المقصود. يعني انا ربنا اه انت خلقنا. هنا اه بتتكلم في حته النيه، ان اه هو ما يبقاش بس مجرد ان انا انت عايز عندك اخليهم 3 مليون، عايز اخليهم 3 مليار، مش بس عشان اخليهم 3 مليار، بالظبط بس عشان اوصل لفئه اكبر من الناس، الناس تصدقني اكتر، الناس بالظبط تفهم ان انا مش. بالظبط انت عندك ال10 مبشرين بالجنه منهم 7 كانوا من اثرياء من اثرياء العرب. يعني 7 من 10 مبشرين بالجنه كانوا من اثرياء العرب. فان انا افضل في سعي، لا طبعا افضل في سعي. وهنا بقى مش المقصود ذبح دنيتي، ولكن المقصود ذبح حبي لدنيتي. سيدنا ابراهيم بعد ما قعد 80 سنه نفسه يخلف، 80 سنه، وبعد 80 سنه والممنوع مرغوب، فبعد ما ربنا رزقه بسيدنا اسماعيل فربنا بيقول فلما بلغ معه السعي، اول لما بقى في السن اللي هو ناول الكوبايه ديت هات ديت حط ديت، فربنا بص في قلب سيدنا ابراهيم لقى حب كبير قوي لابنه، فخلاه بس يشوف بس في المنام ان هو بيذبح ابنه. طب
صحي من المنام يعني بقاله 80 سنه اه نفسه يخلف، ولما خلف وبدا يحس بوجود بالظبط، ابنه. فخلاه بس يشوف في المنام، يعني ولا وحي من سيدنا جبريل ولا اي حاجه. طب يا عم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ده حلم، ده مجرد نومه، ده مش امر ولا وحي ولا اي حاجه. ولكن كان على طول طالما ربنا وراني ده، فجاب السكينه وسنها، وبالفعل جاب سيدنا اسماعيل وجرب السكينه بره عشان يتاكد ان هي مش بتألمه. وبعد كده ذبح سيدنا اسماعيل 3 مرات، ولكن السكينه مش عايزه تذبح، زي النار ما كانش عايزه تحرق. ولكن أيوة. ربنا نزل الكبش وقال له مش المقصود ذبح ابنك، المقصود ذبح حبك لابنك. فانا دنيتي تبقى زي ما هي، ان ولا مش ما تحبش ابنك حب ينسيك حب، بالظبط حب ولا لدينك يعني. يعني حب انا الاول اللي هو مين، حب ربنا. ولكن المقصود ذبح حبك لابنك مش ذبح ابنك. فالمقصود ان انا دنيتي لو هي شاغله قلبي قوي، لو انا قلبي بيزعل على نقصانها وبيفرح قوي بزيادتها، هنا كده قلبي في مشكله. الا من اتى الله بقلب سليم. ازاي انا اراقب مشاعر قلبي؟ هو قلبي بيزعل بايه، على ايه، وبيفرح بايه؟ لو مثلا انا لقيت نفسي جايب في كل داخل ترم سمستر، جبت في كل السبع مواد ايه، جبت امتياز، قلبي قد ايه بيفرح؟ فاهم؟ ولا انا على طول بنسب الفضل ربنا الحمد لله ده كده؟ ولو فجاه لقيت في ماده اف، قد ايه قلبي بيتاخد ونكد وقلبي بيتوجع؟ فطب هنا بقى يعني انت لسه قلبك كان فيه الاسباب. يعني انا مثلا ليه قلبي يوجعني؟ لو انا واحد عارف ان انا مش مذاكر قلبي مش هيوجعني. لكن لو انا مسلم كل التسليمات وجايب في الكلاس وورك 60 من 70 وسلم كده ومتاكد ان انا مقفل الامتحان وقلبي وجعني، لا يبقى انت كده قلبك فيه اسبابك. لا ده انا على طول قلبي يبقى مسلم ان ايوه، دوت لو انت غصب عنك خدت اجراء وانت مش مسلمها لربنا، يعني انت عملت اللي بالظبط عليك، ما اه جبتش اللي انت عايزه، خلاص المفروض تقول الحمد لله. بالظبط هو انا ربنا كاتب كده. انا كده كده مسلم، انا عملت وجاب، ولو ما عملتش وجاب ده كده فربنا بيرزق بالسبب وعكس السبب وبدون السبب. ولكن انا باخد بالسبب بس سنه، ولكن قلبي ما فيهوش السبب، قلبي فيه رب السبب. ربي رزق بده كان به، ما رزقش بده يا رب ده انا قدرك ده اجمل حاجه في الدنيا، قدرك وامامرك ده زي العسل على قلبي، لا ده انا راضي بكل حاجه. اللي هو انا قلبي مش هيعترض ولا حتى لو في حاجه خفيه، او لا ده انا عارف. انت لما انت مثلا السباك يجي يصلح لك حاجه، فمثلا هو اجرته 300 جنيه، رحت انت مديله 400 جنيه، فكده اسمه ايه؟ مرضي. يعني بس المرضي هنا بقى دي مبسوط ولا الحمد لله مرضي بال 100 جنيه، ولا بيبقى بينبسط بجد بال 100 زياده؟ فحته بقى ان انا لما بقع في ابتلاء واقول والله انا راضي، والله انا صابر، فانا دلوقتي راضي بجد ولا بقول كده ولا صابر؟ عشان لا يعني. انا راضي دي يعني ابقى سعيد بقدر ربنا. هي حاجه من بره من الظاهر هي مصيبه، حاجه جامده، هي حاجه كبيره، ولكن انا قلبي انا عارف ان في خير جاي. ايه هو؟ معرفش ازاي، مش بتاعتي دي بتاعت ربنا. صح، ولكن انا والله ازاي العظيم يبقى فعلا. عندي يقين ان هو امر ربنا ده هو اكتر حاجه كامله، هو اكتر حاجه انا قلبي مبسوط بيها. حتى لو الظاهر من بره بتقول ان هي بتضرني، ولكن النفع فيها لا، هي نفعها دي في غيب طب في غيب ربنا. طب بما اننا جبنا سيرة الاسباب، في ترند كده اليومين دول، اللي هو برنامج مدفع رمضان امم وتوزيع الفلوس والكلام ده. ففي مشايخ طلعوا، في شيخ او انا شفت شيخ يعني طلع قعد يتكلم ان ان دي فلوس حرام، 100% فلوس حرام، فانت ما ينفعش تاخدها، و... وان هو اللي بيديك الفلوس دي انت مش عارف ايه. وجه بعديها محمد رمضان طلع قال انا مش المسيح الدجال، انا مصري مسلم، ويعني انا سبب. وانا وجهة نظري في الموضوع ده ان ايا كان الناس اللي موجودين، فاحنا مليانين ناس غلابه، تمام. والناس كلها عندها عزة نفس وكل حاجه، بس لما حد يجي قدام عينك ويديك الفرصه او يديك اللي هو يقول لك انا سبب، انا دي حاجه ربنا بعتها لك وانا سبب بديها لك مثلا، فانا بشوف ان هو في اللحظه دي هو فعلا الشخص اللي قدامه ده ممكن يكون فعلا كان محتاج الحاجه دي، وربنا فعلا جعله سبب ان هو يوصلها. بس جميل في فليه حته، بقى هنا في التضارب ده؟ في آية في سورة البقرة ربنا بيقول يعني ولا تتبعوا او بعد ما انت ما بتعمل الخير، ولا تتبعوا منا ولا اذى. منا اللي هو انت ما تجيش تمن عليا، لو هتمن عليا لا شكرا انا مش عايز منك حاجه. شفنا قبليه سنين برنامج اللي هو غسان ولا غيث، اه، فدوت واحد ولا عمر جاب وشه، واول موسم اصلا ما جابش اسمه، وواحد ينكر تماما، ولا حتى جاب سيره ان هو هيكسب ولا هو يعمل. حتى هو مثلا خلانا نظن ان ممكن الفلوس دي ما تبقاش فلوسه، اللي هو لا هو خير رجالك، ولكن انا لا انا ما عملتش اي حاجه خالص. عشان ما كانش بالظبط بيبين اه. نفسه. فولا في من
ولا في اذى. ما هو الحاجات دي اذى نفسي. ما هو انا دلوقتي لما يتشهر بيا عارف انت الفيديوهات لما واحد يعمل ريمايند في الفيديو وبعد كده ياخد ساندوتش من حد ويعمل ريمايند، وبعد كده كانه هو عمل كانه هو ادى حاجه، وفي الاخر ينزل فيديو على السوشيال ميديا. الهزار ده الهزار ده، فاكر ده؟ فهو بقى ده نفس الكلام. فاللي هو انا بعد دوت ويتشهر وشكلي ودنيتي وتيجي تقول لي سبب. هلا هو الموضوع اصلا بس فيه مثلا اذى نفسي كبير جدا. بس مثلا يعني انا بشوف ان هو ايه، احنا ده كله بنتناقش في وجهات نظر، عشان اللي هو ايه يعني انا بشوف في الحته بتاعت الحاجه دي، ان هو مثلا ده واحد كان هيعمل مثلا مسلسل السنه دي مثلا، جميل. المسلسل ده مثلا كان هيصرف عليه مثلا 100 مليون، جميل. 120 مليون. فهو بيحب شغله، نفسه يبقى بيشتغل، نفسه يظهر، نفسه يفضل في الساحه لان هو بيحب شغله. تمام. مثلا جت قدامه فرصه زي دي، انه بدل ما يصرف ال 120 مليون دول في مسلسل، وما نعرفش هو هيبقى هادف او مش هادف ايا كان، لان معظم مثلا هنقول لو هنتكلم احنا بنتكلم على الشخص اللي هو محمد رمضان، فاحنا المسلسلات بتاعته هي دراميه مسليه، جميل. مش هنقول ان هي بقى حاجه هادفه، جميل. حاجه ليها مسج، حاجه ليها قضيه معينه بنناشدها، لا بالعكس، هي فيها قواضي، بس قواضي دنيويه كلها، ما فيش قضيه مثلا تخص او تعلم حد حاجه او كده. فبره بقى عن هو بيعمل ايه، بس مثلا هو دلوقتي جت قدامه فرصه انه بدل ما يصرف 120 مليون في مسلسل، يا عم انا هصرف 50 بس وهوزعهم على الناس. بس عشان اصرف ال 50 دول، مين منتج في المجال ده هيدفع 50 مليون جنيه يديهوله ويقول له مثلا اعمل وزع الفلوس من غير اي بروباجندا؟ مش هيبقى فيه. وهو ممكن يكون بيعمل برضه خير، بس مش لازم يعلن عنه. فهي هي. بفكر فيها ان هو مثلا ما عملش حاجه عشان يعمل حاجه، طب الحاجه دي نص من نفسيته جوه، هو بيحب شغله وعايز يشتغل، فبيعمل حاجه يشارك بيها في السباق الرمضاني بالنسبه لكل الممثلين وبالنسبه لكل النجوم. هو بالنسبه له ده السباق الرمضاني. طب انا مش عامل فيه مسلسل، طب على الاقل اعمل حاجه اظهر بيها. طب الحاجه دي لو عرفت اربطها بالخير، او ان انا اكون بساعد الناس، مش هقول ان انا اربطها بالدين، لان هو جميل. البرنامج مش معمول ديني، جميل. فاهم. هو معمول خيري، احنا بنعمل خير. جميل. بس برضو النوايا دي حاسس ان هي ليها اجر برضو، وليها ثواب وليها. هو ليها اجر. بس مثلا اقول لك انجلينا جولي مثلا. انجلينا ماشي. جولي قعدت فتره بطياره هليكوبتر من امريكا وبتنزل في حتت في في حتت في السودان افريقيا وتاكل وافريقيا. وتعمل، وقد ايه اعلنت عن ده. محدش عارف ده الا قليلين قوي. لو جبنا فيديوهاتها اللي بقى لها 20 سنه ما جابتش ربع الفيديوهات بتاعت اللي اتعمل السنه دي في مدفع رمضان. مم. ولكن انا اقول لك بالنسبه لي انا ما شفتش حاجات كتير غير مشهد اللي هي غالبا واحده كانت كسبت في سن الحاجه حاجه و40، وكومنتات بقى تقول لك الحمد لله ان مصر لسه فيها خير كتير. ان هو مثلا طول الحلقه هو حاضنها. هي دي من الحاجات بصراحه تعالى بقى شوف بقى الكومنتات اللي هو انا اصلا قلت ربنا يستر عليها من جوزها يعني. والناس بقى الكومنتات، لا الكومنتات بتقول لك لا ان الشعب المصري لسه واعي. الستات متضايقه اكتر من الرجاله في الكومنتات. فبصراا فرحت بايجابيات الناس يعني. وهو على فكره انا خدت بالي انا ما اتفرجتش على كل الحلقات، بس ساعات بيجي قدامي المشاهد بتاعت الناس اللي بالظبط. بتكسب ومش عارف ايه، فبتفرج. لاحظت في الحلقات الاخيره تقريبا من الكومنتات ومن الحاجات دي تقريبا بداوا يلفتوا نظره ان انت حاول ما تخليش فيه تلامس او تلامس. لان هو في حلقه بعديها بقى شاف الست وابنها، فهو اول لما قرب على الست في الاتوبيس كده، فهي الست يعني صح. هي اتخض كده. عملت كده، اتاخدت. فهو كمان اتخض، يعني هو حس انه انا قبلت جامد، فاهم؟ اه. فلما جه بقى يلبسها التاج ومش عارف ايه وكده، ادى للولد لابنها التاج كويس. وقال لها ايه، قال له لبسه لماما وخلي بالك من مش هو عارف طبعا ايه هو فعلا وحاول ترضيها. فانا بحس ان هو غصبا عنه بسبب المجال اللي كده هو مش واخد باله. والاندفاع بتاع ان هو بيتعامل مثلا مع الناس كلها، ده ناس غلابه اكيد يعني، مش قصدي، فاهم؟ هو برضو كل واحد ليه عقليته، يعني دي صح. عقليه والله يعني محشوره وسط كوميونتي والله نسأل الله كلها. يعني لينا كلنا الهدايه في الحته دي. بس اللي هو حتى لو حاجه غير المسلمين او حاجه حتى لو هو مش بفكر خير، ولكن بيبقى في حاجات كده بتبقى نفسيه بتظهر في المعاملات. مم. يعني حتى مثلا في طبيعتك انت مع اي حد في حاجات نفسيه اللي هو ايه، انا مش عايز اكسر بسيف حقه. يعني مثلا ايه، انت ممكن تاخد حاجه من حد بسيف الحياء، اللي هو لسه مقابل صاحبك وانتيمك قوي، ولسه مثلا جايب عربيه جديده، فانت ايه ده عارف الموقف، فخدت منه مفاتيح، يلا يلا تعالى ناخد لفه.
فهو بسيف الحياء هو طبعا حاجه جديده بالنسبه له وحاجه غاليه، بس بسيف الحياء ايه راكب جنبك وانت بتدوس بنزين واكله في قلبه. فمثلا ايه في حاجات بسيف الحياء بتيجي يعني بتبقى مؤذيه نفسيا، اللي بالظبط. هو اه زي لو احنا على المثال اللي بنتكلم عليه، فهو يبقى مثلا مبسوط باللي بيتعمل، بس ممكن متضايق ان هو مثلا متصور، او متضايق ان هو. بالظبط اللي هو بس يعني هو فعلا دي حاجه من الحاجات اللي ممكن تبقى، بس انا بشوف ان هو دي حاجه بتشجع الناس ان هم يعملوا حاجات زي كده، او خير عموما. حتى لو هنقول ان هو حد مثلا معروف، مشهور، فلما يعمل حاجه زي كده فالناس هتبقى عايزه تعمل زيه مثلا. فلو وصلنا لان مثلا في 3 4 عملوا زيه في الدرة صح. بالدين، فهو اتكتبت له ان هو اللي شجعهم، او هو اللي برضو اللي حفزهم يعملوا ده. فاهم؟ حتى لو عملوه في الدرة، بس اللي هو مثلا يعني لا، هو انا بحس الحاجات دي كلها بتأثر على النفسية. وان ده انا اتفرج عليه احسن ما اتفرج على مثلا مسلسل رقاصة، ولا ده فاهم اكيد طبعا. يعني. مش عارف، بحس في تضاربات كتير في الموضوع ده، بس انا ضد فكرة ان انا حد بيعمل خير حتى لو طلع يعمله في العلن لنية بقى هو يعلمها بينه وبين ربنا، يعني هو اضرب وعايز نيته. اقول لك هو دوت ان انا اصلا. اقول اللي انت بتعمله ده اه حرام، وان دي فلوس لا لا حرام. لا لا لا، هو انا عايز اقول لك حتى ربنا قال في سوره البقره برضو يعني انفقوا سرا وعلانيه. يعني هو كده كده مطلوب ان انا لو بعمل في السر تعمل برضو في العلانيه، علشان كتشجيع. بالظبط يعني اللي هو برضو حتى لو ليها كذا نيه تانية. ولكن الموضوع حتى لو انا ما عنديش نوايا ليها، الموضوع ان حتى يتشهد لي. يعني ايه اللي خلى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. طب يعتاد المساجد معنى كده ان هو بقى ظاهر قدام الناس؟ معنى كده ان انا مثلا ممكن يبقى في نيتي رياء ان انا رايح المسجد وجاي من المسجد، ولكن وهل هو بيروح اه المسجد ويعمل ما ب... بيعملش ب... معاصي بره؟ ما بيعمل مثلا لا، اكيد. ولكن دي حاجه علشان الناس تشهد ليا بايماني، وديت حاجه بتشجع الناس بالظبط. التانية انها تعمل زيه. وديت حاجه هي كده كده اصلا من ضمن الفرائض. يعني أنا مثلا ايه مش رايح جاي مثلا بعمل السنن. يعني انما المساجد دي لو الفرائض ظهر عصر مغرب عشاء، مم. فدي فرائض. انما مثلا ممكن لو واحد كل شويه مثلا يفتح لايف وهو بيصلي قيام الليل مثلا، فاهم مع نفسه اللي هو ايه ده؟ يعني ما هو ده سرا وده علنيه. ايوه صح، لان انت اه دي بقى حاجه خلاص، دي بينك وبين بالظبط. ربنا بحت بالظبط يعني. وبعدين ايه يمكن في فضل في حته النفقه شويه. زي مثلا يعني طبعا اشهر حديث اتقال على المنابر اللي هو اول 3 النار هتبدا تطلع عليهم اول من تتصاعر بهم النار، فاهم؟ منهم ورجل انفق ليقال عنه منفق، فاهم؟ ورجل قرأ القرآن ليقال عنه مقرئ، ورجل مجاهد في سبيل الله عشان يقول عنه شجاع. وقد قيل فاخدت اللي انت عايزه، واتقال ان انت كريم، واتقال ان انت معاك فلوس كتير، واتقال ان انت بتنفق، يلا بقى روح النار. اللي هو لو ده كان غرضه. لو في واحد اللي بقى هي كلها فعلا نية، بالظبط يعني هي نية بالظبط 100%. وفي بقى واحد بينفق سر وبينفق علانيه. وفي واحد دايما عنده بقى تحري الحاجه اكتر، يقول ايه انا لو هنفق 100 في العلن هنفق 200 في الخفاء. فاللي هو ايه بيجيب واحد انا مثلا بصلي 5 صلوات في الجامع، لا ده انا لازم اصلي نفس عدد الركعات دي مع نفسي كده، وضحى بقى قيام الليل في الخفاء. عندك من يعني 7، ده 7 انواع من الناس، ودي من رحمه ربنا. ربنا هيظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظله. يعني تخيل الناس كلها في يوم القيامه 50,000 واحد، يعني 50,000 سنه، والناس كلها في ارض محشر والعرق لحد هنا 50,000 سنه من غير بق ميه ولا ضله ولا اكل ولا قعده ولا نوم. ربنا هيضلل على فاهم مين بقى منهم؟ ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. واحد يعني اللي هو ايه، يعني اللي هو النبي بيحرص ان انا تبقى حاجه في الخفاء قوي، فاهم؟ اللي هو يعني ان انا انفقتها لدرجه ان ايدي الشمال ما تعرفش ايدي اليمين نفقت ايه، فاهم؟ مم. ف فده نوع من الناس اللي 7 يظلهم الله في ظل. فاللي هو لما ودي حاجه انت نفسك لما تشوفها فعلا بتيجي في قلبك قوي. يعني احنا قد ايه كلنا او الوطن العربي كله اتاثر بغيث، فاهم؟ انا بصراحة البرنامج ده كان بالنسبة لي اللي هو وبعدين ملوش اي مم. اهداف او اي حاجة غير ان هو فعلا يعمل بالظبط. خير. وبعدين ايه وفي نفس الوقت هو برضو واخد يعني بدأ يجي له رعاية وشركات تدفع سبحان له الله. فلوس والله ان هم يطلعوا لله. والله كل واحد فعلا نوى نية خير و... فعلا كل حاجه. وفعلا لم تبرعات كتير، مش تعتبر مش تبرعات، مم. هو اعلانات على على البرنامج مقابل ان هم بيدفعوا فلوس. فهو مثلا كانوا بينزلوا سبحان على الله والله فعلا. التتر مثلا لوجو شركة معينة او حاجة، ان هو شكر خاص مم. لشركه كذا. محدش عارف شركه كذا دي دفعت كام ولا عملت ايه، بس بالظبط. هم ان هم شاركوا معاهم مثلا في الرحله دي او كده.
وده كده كده لازم يتعمل عشان يشجع بالظبط. بقيه الناس ان هم وبعدين يبقى في فرصه ان احنا نساعد ناس اكتر، على الرغم ان حتى ممكن المبالغ اللي كان بيعملها مبالغ يعني مش كبيره بالنسبه لده، او يمكن وقتها برضو كان المبالغ دي كبيره، فاهم؟ لا، وهو كان بيخش اماكن فعلا بالنسبه لهم اي رقم هيبقى كبير. بالظبط. انت شوف وساعتها لو نزلت مثلا في الشارع، مذيع الشارع احمد رأفت مم. برضو من الناس اللي بحترمها، يعني جدا بيعمل حاجات برضو حلوه جدا. وهو برضو لما بيطلع بيقعد يقول والله العظيم ده ما انا، والله ما انا دي خير وجاي وانا مم. بطلعه. وهو من اوائل الناس اللي عملوا الفكره سبحان بتاعت ان الله. هو ينزل يوزع فلوس في الشارع. بشوف فيديوهات ليه هو بينزل بيبقى مثلا ايه حاطط زي جايزه ثابته كده مثلا 3000 جنيه، على حسب رد فعل اللي قدامه. هو بيستفتي قلبه كده ان هو لا انا هديله تاني. مم. فبيقعد كل شويه حاجه يديله. حاجه جميله جدا. تلاقي مثلا واحد خد ال 3000 جنيه دول شافهم مليون جنيه، اللي يقول له لا 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 دول كتير عليا، لا ما اخدهمش. والله سبحان الله، طب ما عفه هو عفه بنت لذين. فتلاقي ان هو مم. فعلا لا، ما هو اصل اللي يشوف ده كتير للدرجه دي ده اكيد محتاج كتير، يعني ده اكيد وراه. ويبقى مثلا عنده 7 عيال، يعني مثلا يقول لك انا عندي 7 بنات. سبحان يعني الله. اتفرجت على فيديو من كام يوم، واحد بيجهز البطاطا ومش عارف ايه وكده، وراجل كبير. فبيقول له فطلع له الاول 3000 جنيه او 5000 جنيه حاجه كده. فقال له يا عم ده مش حقي، انا طالع يا عم ابعد عني ما تتعبنيش معاك، انا طالع اكل لقمه عيش بالحلال وما تتعبنيش معاك، صح. فاهم؟ وما رضيش ياخدهم. لما قعد يتكلم معاه شويه وقعد يقنعه ان هو والله احنا ما بنصور بس عشان تاخد الحاجه وتمشي، لا احنا بن بن بنعمل مسابقه بجد، وانت كسبت وانا سالتك سؤال، وهو كان ساعتها بيقول له صح. سبحان الله. مش عارف القران كام جزء، مش اسئله، طيب خاطر اسئله قوي يعني. بسيطه بس. بس اللي هو يبقى اه فعلا قدامه وتلاقي انت في ناس كسبت. كتير فعلا بتعيط بتنهار يعني. ايوه. والله سبحان الله. الراجل ده مثلا خد ال 5000 جنيه دول بطلوع الروح، بس وهو بيفضفض معاه كده هو حالته سبحان صعبه الله وما والله. كانش عايز ال 5000 دول. ففضل بيتابعه لحد ما وصلوا ال 5000 دول بقوا اداله تقريبا 25000 او حاجه كده. من ايه بقى؟ من الكلام ان هو مثلا طب انت دلوقتي لو ايه اللي تعمله عشان يكبر مشروعك، طالما انت اصل هو لقاه مش عايز ياخد اي فلوس منه، سبحان الله. وان هو طالع ياكل العيش. انا بطلع، او قال له انا بطلع عشان اجيب حق البضاعه بتاعتي واكسب عليهم 200 300 جنيه، فاهم؟ سبحان 200 والله. 300 جنيه دول اللي هو بيقول له انا بدفع 140 جنيه مواصلات عشان بجيب البضاعه بتاعتي من جسر السويس. سبحان الله والله. فانا ايه اللي يكبر مشروعي ان انا اجيب من جسر السويس كميه اكبر هو ده مثلا. فعلا فعلا اللي هو فعلا صبنا في نفس بدايه الكلام اللي هو مسبب الاسباب. بالظبط. فانا والله بحس فعلا ان سبحان الحاجات الله. اللي زي دي طب ما هو ده برضه في العلن، سبحان الله. بس فعلا انا بحس ان دي اسباب م. هو ربنا جعله سبب ان هو يقابله. سبحان الله ما تلاقيش حد كبس على حد الكبسه دي ويتكلم معاه غير لما بتلاقي فعلا الراجل ده عنده قصه. وانا دايما بحس ان السائل ايا كان، ايا كان هو معاه ولا ما معهوش، يعني انت ونيتك ان هو خلاص انت يعني بتدي ما تكسفش ايده، الا لو انت متاكد. يعني انا ما بديش لشاب بالظبط. مثلا، م. شاب واقف على رجله صاغ سليم، ويجي مثلا يقول لي اي حاجه اي حاجه، بالظبط. ايه يا عم تروح تشتغل اي اللي حاجه، هو عارف بقى الموضوع تشتغل ده. اي حاجه. والله الموضوع ده يعني مثلا ممكن يعني شفت قبل كده شاب شغال على طلبات في عز الشتاء بالعجله، مم. فعربيه وقفت له وطلع له مثلا رزمه فلوس اداها له، اللي هو دوت شغال ما سالش. يعني شوف بقى جمال النبي ولما كان ده يعني سبب ربنا بعت اه العربيه دي سبب والله. مثلا. وبعدين هو ما سالش، يمكن وهو سايب العجله عمال يقول يا رب انا محتاج كذا، فلا ده جاله. وزي برضه بالظبط موقف حصل امام مسجد، فحد دخل قال له انا عندي مشكله في 1 2 3 واخويا محتاج يعمل عمليه ب 3800 جنيه، فبيقول له الرقم ده 3800 جنيه. ففجاه حد دخل مسجد قال له واحد يعني من الوجهاء او واحد يعني من المصلين، فبيقول له في حد باعت 3800 جنيه صدقات، شوف هتديهم لمين. انت متخيل دوت قاعد مع ده وهو وفجاه ده يدخل نفس الرقم بيقول له بنفس الرقم. فاللي هو خلاص هو ربنا بعتهم له، يعني بالظبط. هو والله مش محتاج اوزعهم. طبعا عايز اقول لك الامام قعد يضحك وكده، قال يعني هو ما صدقش ان اللقطه في ساعتها تحصل، فاهم؟ ايوه ان هو تيجي بالرقم. حد تاني اعرفه شخصيا كان شغال على تاكس وراجل ملتزم جدا، وبعدين وعنده 3 ولاد وساكن في شقه 60 متر، وهو داخل يصلي المغرب واحد قال له يا شيخ عندي شقه قصاد المسجد 97 متر، شوف لو حد يبيعها وتتراضى يعني. وهو داخل يصلي العشاء يجي له بالرقم كده، يجي له واحد بيقول لك ايه ما تعرفش شقه 97 متر قريبه من الجامع بنفس الرقم، والله العظيم حصلت.
يا لهوي. اللي هو ربنا بيبعت لك رزقك لحد عندك. حاجه ممكن الناس تشوفها يعني غريبه شويه، بس برضه حصل. واحد صاحبنا كان واحد صاحبنا بياكل عنب، لسه بياكل عنبيه، راح داخل كده فضل يشرب كده وخلاص نفسه هيتقطع، فجريوا بيه على المستشفى. هو عمال يعمل كده لحد ما دخل على المستشفى، فالدكتور طلعها وخبط وبتاع. راح اول ما طلعت على المكتب الدكتور، تمام. وبعد كده خد نفسه وارتاح. فالدكتور دوت دخل دكتور زميله فبيتكلم معاه، فلقى العنبيه دي، راح واكلها. فقال له انتوا جبتوا العنب الحلو ده منين؟ وكل العنبه. وده بص له كده واللي شارع عنب كده. فاللي هو ربنا باعت له رزقه منين ويطلع على مستشفى، وكان مستشفى الاولاني ده عشان هو اه ياكل العنب. والله، ومستشفى في الطوارئ ترفضه فيطلع على مستشفى تانية فيطلع العنبه دي كده، وفي الاخر تروح ده اللي هو تبقى في بقك وتقسم لغيرك. سبحان الله والله فعلا. اللي هو ده مواقف موقف غريب جدا. والله جدا. اللي هو رزقك جاي لك وانت مطمن. و... والواحد ازاي فعلا يكون مطمن او يكون عنده حسن ظن بربنا ان هو على كل شيء قدير. ما قالش كل شيء الا شيء. عنده الجنيه زي المليار، عنده في مصر زي في المانيا، عنده السنه دي زي مليون سنه، ولا يفرق معاه مكان ولا زمان ولا كميه ولا عدد. ولكن وانا بدعي ما يكونش عندي ظن ان ال1000 جنيه ممكن تيجي بس المليون جنيه صعب تيجي. لا، ده انا عندي حسن ظن بربنا. وازاي دي مش بتاعتي، ازاي دي بتاعته هو خلى النار ما تحرقش، انا وخلى البحر ما يغرقش، انا وخلى السكينه ما دايما تذبحش. دايما لما باجي ادعي، يعني انا انا سمعت حد برضو كان بيتكلم من فتره على النقطه دي، يقول لك خليك طماع مع ربنا، لان طمعك ده بيثبت ايمانك بيه، بيثبت انك والله. مصدقه، ان انت مش مصدقه، يعني لله مثلا الاعلى، بس اللي هو انك مؤمن ان اللي انت هتقوله ربنا قادر يحققه. ف تخيل انت كبير في منطقتك، مم. تمام. وولد صغير من الولاد الصغيرين في المنطقه كده، مثلا عنده 6 7 سنين، فجه جري عليك وقال لك يا زمراوي يا زمراوي ال4 عيال دول عايزين يضربوني. رحت انت مسكت الواد كده زقيته ناحيه العيال، قلت لهم كملوا ضرب. الواد دوت هيتخزل قد ايه فيك؟ ده هو رايح يستنجد بيك وعارف ان زمراوي ده كبير المنطقه، فجاي يقول لك الحاجه كده، فانت على طول هتاخده تحت جناحك. فهو نفسيته ايه وهو تحت جناحك؟ فاهم؟ ده اخويا الكبير هنا، ده مم. انا زمراوي دوت اخويا الكبير، ده كبير الحته ده يبقى اخويا. مم. فقد ايه هو اصلا هو جاي لك عنده حسن ظن بيك انت. طب تخيل دوت عبد مع عبد، تخيل بقى عبد مع رب. فاهم قد ايه بقى عندي حسن ظن بربنا ان اللي انا عايزه ده عنده مجاب. أيوة، ما انا اللي بقول هو لك انا ما دلوقتي بقيت لما اجي ادعي لربنا، اللي هو بدعي بص ده بروح بليفل، ده ببقى ده ده ده, مستغرب ده, ده لازم ده. انا ايه اللي انا مم. بقوله ده، يعني ان مثلا طبعا بعد ما بقعد ادعي كتير ان مثلا يا رب مثلا امي تكون مع يا مع رب والله الصحابه يرحمه يا ومع رب. الشهداء ومش عارف ايه، ادعي ان يا رب احسن ختامي، ادعي مش عارف ايه. لما بوصل بقى انا دايما باخدها كده ايه سلسله، لما بوصل بقى للدنيا، وان يا رب مثلا عيني على ابني، عيني على مش عارف اه ايه، خليني في مكانه كويسه، ابني مثلا يتبسط بيها مش عارف ايه، الاقي نفسي مثلا اقوم قايل ايه يا رب ارزقني رزق يتعجب اهل الدنيا منه، مم. يعني صح ارزقني رزق والله. خلي الناس اه تستغرب انا ازاي ربنا اه كرمني الكرم ده، والله. فاهم؟ ويا رب فاهم؟ عندك سيدنا سليمان قال ايه؟ رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. ايوه اللي صح. هو طمع. وبعدين ايه بقى؟ حاجه بقى فوق الخيال. الدواب والرياح والسحاب والنمل والانس والجن، خد كل كل الملك، حاجه خد ملك كل ما فيش فعلا حد بالظبط. في كل حتى الانبياء وصل للحاجه دي فهو او اصلا ده دوت حسن، ده دوت حاجه ربنا هقول لك مثال حلو قوي. يعني ربنا اصلا فرض على في قلبنا ان اول حب في قلبي يبقى هو ربنا، وتاني حب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، وتالت حب في قلبي يبقى الدين واوامر الدين. فربنا في سوره التوبه بيفصل كده 8 حاجات حلال ان احنا نحبهم. فبيقول قل ان كان اباؤكم، حلال ان احب ابويا، وابناؤكم، حلال ان احب ابني، حلال ان احب ابني. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم، اخويا، وازواجكم، زوجتي، وعشيرتكم، صحابي وشلتي. فاهم؟ قل ان كانت 5 حاجات دول، واموال اقترفتموها، وتجارات تخشون كسادها. واحد عنده دكانه مأكلات دنيا وبنياله البيت اللي في البلد ومكسباه فحبه ليها كبير. قل ان كان ال7 حاجات دول، ومساكن ترضونها. فاهم؟ بيتي ولا انا ظبطته وفرشته وكيفته. فاهم؟ بيت ظبطت ومساكن ترضونها. قل ان كانت 8 حاجات حلال دول، احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله
فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما تيجي تبص، هو ربنا سمى اللي بيحب الحاجات الحلال دي اكتر منه، فربنا سماهم فاسقين. طب فما بالك بقى باللي بيحب حاجه حرام اكتر من ربنا؟ فالواحد يعني اللي هو اصلا دي الحاجات الحلال اللي احنا ده بنقعد بالظبط. نقول انا ما بعملش حاجه حرام، انا بس واخد بالي من شغلي، واخد بالي من ابني، واخد بالظبط. بالي من طب انا اثبت منين ان انا حب ربنا اعلى من ده؟ على حسب انا بقدم ايه على ايه، فاهم؟ شغلي مثلا مخليني 5 صلوات ما بعرفش اروح اصلي في الجامعه، لا يبقى انا كده حبي، لا يبقى لازم ارجع حبي تاني، لازم اشوف هو انا حبي ده لايه كده اكتر انا من ايه. بحب حبي بالظبط. للشغل مثلا اللي اكتر. هو تعظيم ايه عن ايه، فاهم؟ انت دلوقتي عندك مشوارين شغل، عظمت واحد عن التاني، يبقى عشان انت حبك لدوت اكتر من ده، فاهم؟ فانا بقى عندي في دلوقتي عارف ان واحد محتاجني احتياج ضروري، فده دين ودوت خدمه. طب وعندي مشوار تاني برضو في شغل او كده، ف... فانا قدمت ايه على ايه، فاهم؟ عارف ان في واحد صاحبي رايح اول مره في ليله راس السنه فكر يروح يشرب خمر، فاهم؟ فقد ايه مثلا انا عارف ان هو راح يعملها وكان بيتكلم فيها مرتين، فانا عارف ان دماغه رايحه لده، فانا قد ايه حسيت بالمسؤوليه، لا ده انا لازم اروح الحق. يعني تخيل لك ان تتخيل ان مثلا في ليله راس السنه دي كام واحد الشيطان بيغويه، فاهم؟ وتبقى اول مره في حياته يدوقها، فاهم؟ لما صح. بنشوف طوابير قد ايه. ووقفات العيد، يعني احنا داخلين على وقفه عيد، والناس في العيد، الناس في وقفه العيد بحس ان اللي هو خلاص انت اشتغلت بقى وصمت رفع بقى وبيبقى عن نفسك. بيصوم رمضان كله. ده حقيقي. طب انت دلوقتي، وبيبقى مثلا هو كان بيشرب قبل كده، بس مثلا جه في رمضان قال لك لا انا في رمضان ما بشربش. طب بس انت كده واخدها ان ده بريك، مش واخدها ان بالظبط. دي فرصه للتوبه. فقد ايه انا عارف بقى ان انا لازم اروح اقعد اتكلم معاه شويه، نحس بمسؤوليه بعض. المؤمن للمؤمن كالبنيان مرصوص يشد بعضه بعضا. ازاي نقعد نشد بعض لو احنا كلنا منجزين بعض 5 6؟ ولو واحد مننا ركبه ثابت هيترزع على الارض هيتشال. ولا هيتشال؟ فهو ده المقصود، ازاي ان احنا دايما يبقى عندنا حب على بعض. انا لو شفت قطه بتولع في الشارع هجري واطفيها، تمام؟ حتى لو قطه نطقت وقالت لي سيبني اولع برضه هطفيها. لو عندي في الاوضه اللي جنبي واحد ما اعرفوش ولكن شميت ريحه شط، رحت لقيت الاوضه بتولع فيه، وبعد كده جايه صحيح الحقيقه هقوم بسرعه الاوضه بتولع، في يا عم سيبني نايم بقى ونومه تقيل لطينه، هخرج اقول انا قلت له اصحى وما صحيش ولا لا هتشده من طبعا رجله؟ عليا مسؤوليه ان بالظبط. فهتشده من رجله. طب دوت واحد خفت عليه من نار الدنيا، طب قد ايه بنخاف على بعض من نار الاخره؟ قد ايه عارف ان صاحبي دوت محتاج ان انا اروح ازوره؟ صح. والزياره دي في الاول وفي الاخر دي هي اصلا ليا. انا اللي محتاج ان انا اروح اعمل المشوار ده، انا اللي محتاج ان انا اروح اكلمه، انا اللي محتاج اروح اخد بايده، انا اللي محتاج انا لما اتكلم واسمع عن ربنا فده مصبين من مصبات قلبي هو هيسمع بس، انا اللي محتاج ان انا كمان اتحرك لده، فاهم؟ الحاجه اللي بتغلى في قلبك الحاجه اللي انت ضحيت لها بوقت وفكر وجهد وفلوس. فواحد عنده دكانه صغيره على قلبه زي العسل يشتغل فيها 16 ساعه، ليه؟ عشان مكسبه منها، ومديها كل فكره، وعمال يقعد طول الليل عمال يفكر عايز بالجمعيه اقبض كذا، عايز الجمعيه اللي بعدها اشتري بقى محل واوسع، عايز مش عارف ايه. صح. فمديها وقت وفكر وجهده كله، وكل مكسبه يحط من مكسبه في قلب شغل عادي على قلبه زي العسل، ليه؟ عشان دكانته لحد ما تكبر. طب دكانته ديت لو حصل لها حاجه قد ايه قلبه يوجع، فاهم؟ مثلا سمعنا ان في واحد مصنعه ولع فجاله سكته قلبيه ومات، ليه؟ عشان الموضوع دوت كان كل التضحيات كل الافكار والجهد فلوس كان فيه، فلما وقع فجاه قلبه جاله سكته قلبيه وشوفنا ناس ما قدرش يحصل يستحملها. معاها اكتر من كده بيقول الحمد لله. وفي ناس بتقول اكتر، فحسب يعني بقى. انا انا شفت موقف قبل كده شبه كده، وحد خسر يعني حاجه حاجه كبيره بجد كفلوس او كده، يعني طبعا مش وشقى 20 سنه اه وعمره بتلاقي وراح ان وبتاع. حاجه صعبه جدا. و... وفي اليوم اللي خسر فيه الكلام ده كان مبتسم. سبحان ما الله. كانش مبتسم اقصد على اللي بيحصل، اه بس مثلا حد نكشه في حاجه فابتسم، يعني مع ان سبحان دي الله. حاجه مش صح. صعب ان هي تحصل في وقت صعب زي جدا. ده. ابتسم وقال لا الحمد واحد راح لله. الامام الشافعي قال له يا امام ما لنا احببنا الدنيا وكرهنا الاخره، فبيقول له لاننا عمرنا دنيانا وخربنا اخرتنا، ومحدش بيحب يروح من العمار للخراب، فاهم؟ واحد بعد مثلا ما عزل من منطقه شعبيه راح منطقه كده هيرجع تاني منطقه شعبيه اكيد مش هيكون حابب ده. فاحنا طب ازاي بقى انا اكون بقى بفكر بالعكس، ده انا بكون وانا في الدنيا عايز اعمر الاخره، عايز اعمر الجنه، فاهم؟ كل سبحان الله وبحمده بنخله، كل ركعتين قيام ليل بقصر، كل 12 ركعه سنه ببيت في الجنه. طب تخيل انت دي حسابها معايا، تخيل لو حد يعني قال ال 12 ركعه السنه بتوع اليوم، تمام؟ بني له بيتا في الشيخ زايد، يعني كل يوم هخلص ال 12 ركعه واروح استلم بيت في الشيخ زايد، اخر الشهر هيبقى عندي كومباوند، فاهم؟ مم. لكن طب انا قد ايه بقى اكون مصدق ان بيديني بيت في الاخره، فازاي وانا اكون في الدنيا بعمر الاخره؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ الكيس الذكي القارح الفهمان اللي شايف نفسه دماغه دي توزن بلد،
بيقول لك الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، اللي هو عارف واللي هو بيحسبها صح، اللي هو عارف ان اللي انا بعمله دلوقتي هقدمه للاخره، ومش ان انا اكون اخرت كل حاجه، اللي كلته ده اخرته، واللي لبسته ده اخرته، واللي اتفسحت واللي رحت دوت اخرته، ولكن ازاي وانا في الدنيا اقدم. فاهم؟ والعاجز من اتبع نفسه هواها بس هو وتمنى على الله. بس هو دايما الفتنة هنا بقى في ان الواحد بيبقى دايما في الصراع، اللي هو طب ما الدين بيقول لي ان انا احاول ان انا اخد بالي من دنيتي، وان انا احاول اكون غني، وان انا احاول اكون كويس، واحاول اعيش اهلي كويس، ومش ما عارف احنا ايه. وفي نفس الوقت برضو ديني بيقول لي لا، سيبك بقى من الكلام ده كله وخليك بس مع ربنا فانت بتحس ان هي ايه المعادلة دي بقى في تنفيذها على ارض الواقع غصب عنك بتبقى فيه خلل. ما هو هنا بقى اللي قلنا ايه هو يعني بتبقى صعبة. احنا قلنا حاجتين، اللي هو ايه، انا مش بذبح دنيتي ولكن بذبح حبي ليها، انا شغال عادي في الاسباب، وان انا نيتي وانا فيها هي اصلا نيتي اخره. طب فلو ما حصلتش، انا اوريدي نيتي اخره، فدوت ربنا ما اذنش بيه، ربنا اذن بيه يبقى نيتي تمام، يبقى اكمل برضه في نيتي. طب ما ربنا ما اذنش بيها، انا اوريدي مش هويتي ما كانش اللي عايزاها، ده هو انا كنت عاملها نيه ربنا، وهو ده الصح اللي انا امشي عليه. وطبعا بيبقى في حاجات كتير قوي مؤثره دوت ان انت تقدر تكمل دوت، ومن هو اهم الفكرة بقى اه الجهاد، ان اه الواحد يجاهد نفسه ويجاهد اللي من حواليه. الحاجات بقى اللي بتسهل الجهاد دوت، ومن اهمها فعلا البيئه. انا قاعد قد ايه بيتصب دنيا في وداني، وبتصب دنيا من عينيا، وتصب دنيا في لساني، قد ايه دوت بيتصب في القلب، وقد ايه انا بصب في قلبي كده. فعشان كده البيئه مهمه. عندي كام واحد صاحبي بيقول لي اخبار الدنيا ايه، وعندي كام واحد صاحبي بيقول لي اخبار الاخره ايه، كام واحد بيطمن على دنيتي وكام واحد بيطمن على ديني. كام واحد والدي مثلا يقول لي عملت في امتحانك، عملت ايه في شغلك، عملت في جوازتك، عملت مع ابنك، وكم مره يقول لي عملت في فجرك وظهرك وعصرك ومغربك، اللي هو غصب عننا كلنا مسؤولين في الدنيا. فعشان كده احنا محتاجين البيئه اللي انا احط نفسي فيها كتير، ايه، ان انا دايما اقعد افتكر الاخره كتير، عشان الدنيا ما تشغلش، عشان ما تبقاش اكبر همي، عشان ما تبقاش فقر بعين عين، اللي هو لا، اللي هو كل حاجه تاخد حجمها، الدنيا الكبيره تاخد حجمها صح، والاخره تاخد حجمها فعلا. فازاي دايما اظبط المعادله دي، ازاي دايما ما يكونش الموضوع في تاني او يكون مشغول بيه اكتر. وطبعا في حاجات كتير قوي بس ممكن الوقت ما يسمحش بيها، بقصص بتوضح قوي قلوبنا بتتاثر بايه اكتر من ايه. بما اننا مع بعض كده، وان احنا اتكلمنا على موضوع اه. المواسم بتاعت راس السنة والوقفة وكده، نقول نصيحة للي بيتفرجوا علينا دلوقتي، يعمل حاجة، يعني نصيحة يعملها تخليه يبقى ما حرمش حاجة من دنيته، يعني ما حسش ان هو بقى انا كده هكتم على نفسي مرة واحدة. وفي نفس الوقت يحاول على قد ما يقدر، يعني تخليه يحاول على قد ما يقدر ما يبقاش ما يعملش حاجة مثلا معصية كان ناوي يعملها. يعني مثلا حد كان رايح هيسهر بقى وبنات وشرب وبتاع، وانت لو قلت له لا اقعد في البيت ما تعملش الكلام ده، هو هيحس انه يعني انا كنت هقول لك رايح في مجال بقى. فايه النصيحة او ايه الحاجة اللي لما يسمعها ممكن انا يغير اتجاهه؟ يعني هي حاجه كلنا حسيناها، بس انا عادي ممكن الواحد وقت الذنب بيكون مش واخد باله خالص. بس هو النصيحه انها تتقسم لجزئين، ان اعرف دايما اي حاجه هتاخدني للحاجه اللي فيها سعاده في الاخره هي دي اللي هيبقى فيها سعاده. يعني اي حاجه هتاخدني للجنه هي دي اللي اوريدي هيبقى فيها سعاده في الدنيا، واي حاجه من هتاخدني للنار حتى لو انا شايف ان فيها سعاده من بره، بس احنا كلنا عارفين ان هي فيها اكتئاب، عارفين ان انا لما بخلصها ببقى مش مبسوط. مثلا فرح كده كبير جدا وانبسطنا وخرجنا ورقصنا وبتاع، ممكن انا مع نفسي بالليل الاقي نفسي مخنوق، الاقي نفسي مهموم، الاقي نفسي والحاجه بقى التانيه. مش لازم ابقى مهموم بالحاجه دي نفسها، ممكن بالظبط ابقى اه. مهموم بحاجه تانية. بالظبط. بس هو عشان انا دلوقتي محاط بالظبط اه. بالشياطين، فالشياطين بالظبط. اه بتحط والله. لي في دماغي اكتئاب وبتخليني. الحاجه التانيه بقى ان انا حتى لو وقعت واتفتنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها ان الحسنات يذهبن السيئات، ان انا لو انا مثلا عندي 100 معصيه مش عارف اقللهم، معاصي خلاص انا مش عارف اقللها، ولكن اكتر الطاعات جنبها. واحد من صحابك كان مدمن للخمر وبيحب الخمر جدا، ولما الخمر اتحرم هو برده ما زال غصب عنه بيحب الخمر قوي، ولكن فرح قوي ان عرف ان تكفيره الخمر 80 جلده، فقال خلاص انا كده هشرب خمر، وانا عارف ان انا ليا مسلك ان انا اعرف اكفر بيه. فكل ما كان يشرب خمر يروح يقول لامير المؤمنين انا شربت خمر اجلدني، فاول ما يجلد يفرح وينبسط. بعد ان هو كده خلص اه الذنب اللي هو يعني. خلص ذنب، وبعد كده كده فبيقول لك في روايه ان هو راح عمل المشوار دوت كده اكتر من 30 مره، 30 مره يتجلد 80 جلده، لحد ما في مره طلع غزوه وهو برده كان عليه حكم،
فطلع غزوه ورجع تاني مكان الحكم اللي عليه. فامير المؤمنين لما شافه في الغزوه، وهو كان واحد من المسلمين يعني الجامدين قوي في الحروب، فقال له مهما تشرب خمر انا مش هجلدك تاني. فراح عيط وقال طالما مش هجلد عليها تاني يبقى انا مش هقدر اشربها تاني. سبحان الله. فبطل الخمر. ان هو من كتر ما هو قريب وبيحاول يقرب، بالظبط. قلبه فين؟ هي القصه دي، انا قلبي اللي هو فين؟ ما سيبش قلبي عمال بيتليط فانا سواد، لو مش عارف اقلل المعاصي ازاحمها بالطاعات، يعني اكتر طاعات على قد ما اقدر. عشان في وقت من الاوقات كده كده في كفه هتطب. بالظبط. مثلا ايه، انا لو عندي ذنب اكيد مش هيجي كمان يعدي مثلا وقت الصلاه، لا انا حتى لو هيبقى في ذنب يبقى بين الظهر والعصر، بس اثبت اوقات الطاعات، وبعد كده اكتر الطاعات لحد ما هي تقعد تزحم تلاقي المعصيه خرجت من حياتك. مثلا واحد افصل لنفسي. بيشرب حشيش طول اليوم، بس مثلا لقى ان هو لا، قال انا خلاص انا هصلي كل يوم كل صلاه في ميعادها، هيلاقي نفسه التزامه بالصلاه هيبقى مثلا لسه هيولع مثلا سيجاره، يقول لك لا ده انا هصلي العصر كمان نص ساعه، ازاي اصلي وانا كده؟ بعد فهتلاقيه مثلا الصلاه هيبدا يشرب مثلا بعد العشاء، بعد كده مثلا دخل عليه رمضان فقال ايه لا انا هصلي تراويح، فلقى مثلا ان التراويح والتراويح والصيام بين بقى خلاص. مش عارف ايه وايه، فخلص لقى ان شويه وخلاص ده السحور والبتاع، فلا اكيد مش هلحق دلوقتي. مع الوقت فعلا لما هتزود التزامك بس بالفرائض او بالظبط. يعني الاول كانت فرائض بعد كده بقى النفس ضعيفه. زودت عليها الطاعات في هو العموم. ازاي ما عندنا كفتين بنعيش ما بينهم، الخوف قبل المعصيه والرجاء بعد المعصيه. يعني قبل المعصيه افتكر دايما ان كام واحد من سن اصغر مني صليت على جنازه، ان الدنيا مش دايما كتير، ان ازاي يبقى عندي خوف من فايه اللي الذنب ده. يضمني ان انا بعمل المعصيه دي افضل عايش؟ بالظبط. طب قدرا ضعفت وخلصت، يبقى عندي رجاء ان حالا اقوم اتوب عنها، ان انا على طول اقوم استغفر ربنا، ان انا على طول اقوم اقول يا رب خلاص، يعني يا رب ان انا اتوب في ساعتها، وانا بنوي التوبه اكون ناويها ان انا فعلا مش ناوي ارجع تاني، مش ناوي ارجع واتوب، لا انا فعلا ناوي. حتى لو انت رجعت للذنب ده 1000 مره. حديث جميل جدا، حديث قدسي، ربنا اللي بيتكلم، يعني النبي بيحكي عن ربنا، فبيقول اذنب عبدي ذنبا ثم استغفرني، علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب، ثم عاد فاذنب، رجع تاني يذنب، ثم استغفرني، علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب، ثم عاد فاذنب، ثالث علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ، هذا عبدي فليفعل ما شاء، اي ما داب يذنب ويستغفر غفرت له، واني لا امل من المغفره لعبدي حتى يمل عبدي من الاستغفار الي. شوف قد ايه ربنا عمال بيتودد لينا، واحنا واللي هو يعني انت بتغلط وانا بغفر لك، وكمان يعني موافق على ده ومدينا الفرصه لحد ما انت تاخد فرصتك. مدينا فرصه ان الله يقبل التوبه على العبد ما لم يغرغر. في واحد يا عم ده انا عملت كل بلاوي الدنيا، هو انا ممكن اتوب؟ هو انا ليه توبه؟ ده انا ما فيش ذنب ما عملتوش. والله تيجي هتلاقي حد يجي يقول ده انا ما فيش ذنب يجي يقول لك ما فيش ذنب ما عملتوش. ف فده اللي قتل 99 نفس ما فعل من خير قط، واحد ما عملش حسنه في حياته ربنا دخله الجنه. ربنا غير مقاييس الكون ليه، ولكن مهم قوي نقوله ان شاء الله في مره ثانيه. بجد انبسطت جدا معاك وانا والله انبسطت العظيم. قوي ويا رب نكون افدنا حد واحنا قاعدين يا رب والله. بنتكلم. يعني والله انا نفسي يعني انا اللي محتاج والله الكلام ده. يعني انا يعني زي ما قلنا مصابين، ولكن فعلا احنا اللي محتاجين. ايوه صح. بس فان شاء الواحد الله بيبقى دايما في العشر الاواخر دول بيبقى اللي هو ايه، يا رب بقى رمضان جري بسرعه جامد. ومبسوط ان انا والله انا اكتر استضافتك النهارده. طبعا هو محمد مش ضيف، هو اخواتي يعني. صاحب مكان والله بس هو كان ضيف معانا النهارده في البرنامج بتاعنا. ان شاء الله يا رب. هو مش برنامج برضو، دي قاعده. ان شاء الله. لا ان شاء الله يا رب تدوم، وربنا يجعل فيها النفع والله يا وفيه. رب اللهم الله. امين. ما تنسوش تعملوا لنا بقى لايك وسبسكرايب وتشغلوا الجرس بقى والحاجات دي، عشان خاطر ايه يعني صوتنا يوصل للناس، وان شاء الله نحاول نقدم حاجه مفيده بمختلف المواضيع يعني باذن الله. واحنا كده كده عاملين قعده رمضان، هو مش برنامج. ده من اول رمضان وانا بقول للناس ان ده مش برنامج، احنا عاملين بس قعده، القعده اللي احنا بنقعدها عادي مع اصحابنا، ليه ما نقعدهاش مع بعض؟ يمكن حد يستفيد منها حاجه. صح. وبحاول على قد ما اقدر ايه استفيد بقى من الناس اللي
بتديني كومنتس، في ناس بتديني كومنتس اوفلاين كده والله صح، دي جانبيه اكتر حاجه يعني. بتدعم جدا. والكومنتس بقى في مثلا حد يقول لي بص انا بصراحه ما عجبنيش ان انت قلت مش عارف ايه، عشان طبعا مقبول جدا. بلاقي بقى نفسي المره اللي بعديها لا انا صح. محتاج اركز في الحته دي، عشان فعلا هو دي بوينت اوف فيو بقى، دي وجهه نظر حد تاني من بره. استنونا ان شاء الله في ان حاجات شاء الله. تانية تكون برضو مفيده. نشكر محمد يوسف على ده ان انا اللي هو بشكرك والله يا حبيبي. قبل الدعوه بتاعتنا النهارده. نشوفكم في فيديو جديد، ان سلام. شاء الله.